يا أهلا بيكم يا بنات، يا رب تكونوا بألف خير. بتحسي ساعات إنك بتجري في ساقية ما بتخلص، بتصحي من النوم تعبانة وبتنامي وانتي بتفكري في لستة طلبات بكرة. كلنا بنمر باللحظة دي، اللحظة اللي بنحس فيها إن طاقتنا خلصت وإننا بنعيش عشان نرضي كل اللي حوالينا إلا نفسنا. بس تفتكري، هل دي الحياة اللي تستاهلي تعيشيها؟ في فيديو النهاردة مش جاية أقولك كلام نظري، جاية أشاركك ب7 خطوات حقيقية ومجربة هتنقل حياتك من خانة التعب والضغط المستمر لمصدر طاقة وسلام نفسي. جهزي مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ رحلتنا للتغيير. وأول خطوة لازم نتفق عليها عشان ترتاحي هي إنك تتخلي فورا عن فخ المرأة الخارقة أو السوبر وومن. مش مطلوب منك تعملي كل حاجة بنسبة 100% وبإتقان مرعب طول الوقت. الوعي الحقيقي بيبدأ لما تعرفي حدود طاقتك ولما تقولي لأ للحاجات اللي بتستنزفك بدون خجل، لما تقسمي المسؤوليات أو تتقبلي إن مش كل يوم البيت لازم يكون مثالي. انتي مش بتستسلمي، انتي بتشتري صحتك النفسية اللي هي أساس طاقة البيت كله. وتاني حاجة، سحر الروتين الصباحي الصامت. الوعي المودرن بيعلمنا إن أول ساعة في يومك هي اللي بتحدد شكل ال24 ساعة الجايين. لو بتصحي على صوت المنبه وتجري على الموبايل وتشوفي السوشيال ميديا أو تبدأي تشوفي الطلبات، انت كده بتسلمي طاقتك للوعاء الخارجي. جربي الروتين الصامت. أول نص ساعة في يومك بتاعتك انت وبس. اشربي قهوتك في هدوء، اتنفسي، اكتبي 3 حاجات ممتنة ليهم أو صلي ركعتين بخشوع. الهدوء ده بيعمل فلترة لعقلك وبيحميكي من التشتت والضغط طول اليوم. وتالت حاجة، تفريغ شحنة الأوفر ثينكينج والكتابة. أكبر مستنزف لطاقتك مش المجهود البدني، هو المجهود العقلاني. الأوفر ثينكينج هو كثرة التفكير. عقلنا عامل زي الجهاز اللي شغال فيه 50 تطبيق في نفس الوقت، طبيعي يهنج ويسخن. الحل السحري هنا هو تفريغ الدماغ على الورق. كل يوم بالليل هاتي نوت بوك واكتبي كل الأفكار، المخاوف والمهمات اللي في دماغك. لما بتشوفي أفكارك مكتوبة قدامك حجمها بيصغر وعقلك بيطمن وبيقدر ينام بارتياح، وبتصحي تلاقي مساحة جواه وبراه لراحة بالك. والخطوة الرابعة يا بنات، ديتوكس العلاقات والمحيط السلبي. حياتك عبارة عن مساحة خاصة، ما ينفعش تسمحي لأي حد يدخلها بطاقة سلبية. وعشان تحولي حياتك لمصدر طاقة لازم تعملي ديتوكس أو تنظيف لعلاقاتك. ابعدي بالتدريج عن الشخصيات الشكاية اللوامة أو اللي دايما بتقلل من طموحك وتفكيرك. وفي نفس الوقت نضفي مساحتك المادية. البيت المكركب بيعمل كركبة في الدماغ. اتخلصي من الكراكيب وخلي المحيط بتاعك بسيط، هادي ومريح للعين، لأن طاقة المكان بتنعكس فورا على نفسيتك. وخامس حاجة يا بنات، شحن البطارية الذاتية. وقتك الخاص. زي ما بتفتكري تشحني موبايلك قبل ما يفصل، انتي كمان محتاجة شحن. الراحة النفسية مش رفاهية، دي استثمار. حددي لنفسك كل يوم ولو 20 دقيقة أو يوم في الأسبوع تعملي فيه حاجة بتحبيها انتي وبس. تقرأي كتاب في علم النفس، تسمعي بودكاست وعي، تهتمي ببشرتك، أو حتى تقعدي في هدوء تام. الوقت ده مش أنانية، ده الوقت اللي بتملي فيه كاسك عشان تعرفي تصبي منه حب ورعاية للي حواليكي وانتي مبتسمة ومرتاحة. والخطوة السادسة، بطلي تسويف. الحركة هي اللي بتجيب الطاقة. عارفة ايه أكبر وهم بنضحك بيه على نفسنا؟
إننا بنستنى الطاقة والشغف يجي الأول عشان نبدأ نتحرك. الحقيقة العلمية بتقول العكس تماما، الحركة هي اللي بتولد الطاقة. طول ما انت قاعدة مكبرة دماغك وبتقولي بكرة هبدأ، طاقتك بتقل وبتتحبطي أكتر. قومي حالا، خدي خطوة واحدة بس صغيرة في أي حاجة مأجلاها، ترتيب درج، مكالمة مهمة، أو حتى مشي 10 دقايق. أول ما تكسري حاجز البداية هتتفاجئي بجرعة نشاط وحماس دخلت جسمك وعقلك، وهتحسي بانتصار نفسي يرجعلك ثقتك في نفسك. الخطوة السابعة والأخيرة يا بنات، غيري لغتك مع نفسك، انتي مش ضحية. الخطوة الأخيرة والخطيرة جدا، راقبي الكلام اللي بتقوليه لنفسك في سرك. طول ما لغتك هي أنا تعبانة، أنا مظلومة، أنا بشتغل زي الساقية ومحدش حاسس بيا، انتي بتبرمجي عقلك على دور الضحية، وده بيمص كل نقطة طاقة في دمك. غيري السرد ده فورا، استبدلي أنا لازم أعمل بقى أنا بختار أعمل. انتي مش مجبورة، انتي قوية واعية وبتديري حياتك بذكاء. لما بتغيري الكلمة، النظرة للحياة بتتغير، وبتتحولي من واحدة مستسلمة للتعب لملكة مسيطرة على طاقتها وراحتها النفسية. وفي النهاية عايزة أقولكم حاجة يا بنات، التغيير مش بيحصل بين يوم وليلة، ومحدش رحلته مثالية. المهم تبدأي وتكوني حنينة على نفسك في الطريق. افتكري دايما حياتك غالية، وانتي تستاهلي تعيشيها براحة وشغف، مش بتأديها واجب وبس. لو عجبك الفيديو وحسيتي انه لمس قلبك، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان نكبر سوا مع بعض. واكتبيلي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحسي انها بتسحب طاقتك في يومك. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، وبكل هدوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.